حموكشة. لو سمحت عايز حبة دلع من اللي اتمنع. مفيش والله يا باشا، خلصان. ده بحبة حنان من بتوع زمان. كان على عيني والله يا باشا، ولا اشتكى للقلب اللي اشتكى. والله اخر حبة لسه متاخدين من شوية. طب الاقي شخلعة بعد الكلكعة؟ للأسف النوع ده مبقاش ينزل خالص. خلاص بقى اديني زي كل مرة. اللي هو ايه يا باشا؟ ملل اللي بيجيب شلل. بكرة تندم يا جميل. حبيبة زمولكس. ليه بتنادي على جوزك كده يا محمد حاف مثلا؟ قولي لجوزك يا استاذ محمد موكشة. مثلا. قولي لجوزك يا استاذ محمد. موكشة؟ ايه وانت غيرت اسمك ولا ايه؟ حموكشة حاف كده؟ ما انا اقول لك ايه؟ اسم الاستاذ حموكشة. ده يوم المنى يا حبيبي. انت اشتغلت مدرس في اي مدرسة؟ لا ما اشتغلتش مدرس يا بنت الظريفة. امال عايزني اقول لك يا استاذ حموكشة ليه؟ استاذ للتفخيم وحموكشة للتنعيم. حاضر يا حبيبي. قولي ورايا يلا. يا استاذ حموكشة. حموكشة. نو ها موكشة نوت حموكشة. موكشة جدع. طول ما انت قاعدة كده بقى تتدربي عليها. يا استاذ حموكشة. ولو تقيلة عليك اوي قوليلي يا مستر حموكشة. مستر؟ مستر يا بنت فتحية. مش عاجبك ولا ايه؟ لا يا حبيبي عاجبني. طب يلا غوري من وش السعادة. قولي يا فنانة قولي. كان فينك من زمان؟ ده الواحد برستيجه كان مضروب بالنار. يا استاذ حموكشة احنا قلنا ايه؟ يا مستر حموكشة عايزة ايه؟ تعالى نزل السبت عشان الدليفري تحت. ثواني. حاجه اسمها استاذ محمد بينزل السبت؟ لا. يلا يا استاذ حموكشة. استاذ حموكشة بينزلش السبت يا بنت فتحية. حاضر يا مستر حموكشة. يحضر لك الخير يا اختي. يا نهار اسود يا جدعان، ده احنا كان متعوك علينا جامد. جوزك ده تشيليه كده على الرموش والاهداف. يا ما نفسي فيك يا ياسمين، بس انا متجوز 2. بكرة تندم يا جميل. حبيبة زمولكس. حموكشة عايزة ايه يا ولية؟ نامي. انت لسه صاحي يا حموكشة؟ لا نايم يا فوزية. امال بترد ازاي عليا يا ابو الحناكيش؟ عايزة ايه في ليلتك السودا دي يا فوزية؟ بردانة يا حموكشة. اضغطي كويس ونام يا ولية. يا راجل بقولك بردانة، خلي عندك دم. ما انا بقولك اضغطي كويس يا فوزية. عايز ايه تاني اكتر من كده؟ يا راجل ده اللي عنده دم احسن من اللي عنده عزبة. انا بقى ولا دم ولا عزبة يا ولية. فليلتك اللي بقى الا ربنا دي. انا لما اكون عندي ماما واقول لها بردانة كانت تحضني. ده اللي ناقص يا فوزية. اروح اجيب لك امك تنام في وسطنا بقى. بيدور عليا. حبيبة زمولكس. تحدي يا ابو الحناكيش. يلا يا زمولكس. واحدة بتقول لجوزها صدق انا كل يوم بحلم بيوم فرحنا. قال لها هو لسه الكوابيس دي لسه بتجيلك؟
بيقول لك مره موبايل بيقول للشريحه روحي وانت طالق، قالت له يخرب بيتك والرصيد اللي في بطني. مرة واحدة حامل غبية أوي، واحدة قالت لها جوزك بيخونك مع واحدة تانية، فراحت لجوزها قالت له قول له الحقيقة وأنا هسامحك، الواد اللي في بطني أم مين؟ بيقول لك مره واحد عفريت طلع لواحد غبي قال له اطلب امنيه، قال له والله العظيم ما معايا رقمها. يقول لك مرة واحد صعيدي حب يوصل بلده بسرعة، ركب القطر وقعد يجري فيه. مره واحد كان مخنوق من مراته فقال لها انا راح اتجوز هيفاء وهبه، قالت له انا موافقه، قال لها خلاص انت يوم وهي يوم، قالت له لا، قال لها خلاص انت يومين وهي يوم، قالت له لا، قال لها خلاص انت 3 ايام وهي يوم، قالت له لا، قال لها ما انت عايز ايه بالظبط، قالت له انت يوم وانا يوم. مرة واحدة ست اتصلت بأمها وهي بتعيط، قالت لها في ايه يا بنت؟ قالت لها اتخانقتي مع جوز، قالت لها ما عادي يا بنتي كل اللي جواز بيتخانقوا. قالت لها طب ماشي قولي لي اعمل ايه بقى دلوقتي في قصته. مرة واحدة متعصبة اتصلت بجوزها، قالت له انت فين يا زفت؟ قال لها انت عارف محل الذهب اللي كان فيه الطقم اللي عجبك امبارح؟ قالت له ايوه يا حبيبي يا روحي يا غالي. قال لها انا عند الحلاق اللي جنبه بحلق، يا زفت يا بنت الزفت. بيقول لك مره 3 اطفال راحوا محل لعب، فقالوا الراجل اللي هناك قال له واحد قال له انا عايز بالونه، فجاب السلم وطلع جاب له بالونه من فوق وراح نازل، والتاني قال له انت عايز ايه يا حبيبي؟ قال له انا عايز بالونه، قال له ده ما قلتش ليه وانا فوق، راح المهم راح طلع وجاب له بالونه، فسال التالت وهو فوق قال له انت عايز ايه يا حبيبي؟ عايز بالونه؟ قال له لا، فراح نازل قال له امال انت عايز ايه؟ قال له عايز بالونتين. اقرع حس ان في حاجه ماشيه في دماغه، فحط ايده على دماغه لقى نمله جاي يشيلها، قالت له بالنبي استنى يا عمو اخر زحليقه. يقول لك في مرة واحد مصري بيسأل واحد أمريكي ايه أخبار الدنيا معاك؟ قال له بالنهار سايق قمر وبالليل قاعد مع قمر، وانت؟ قال له بالنهار سايق تريلا وبالليل قاعد مع غوريلا. مره واحده امريكانيه واحده فرنسيه واحده مصريه قاعدين يجربوا صدى الصوت بتاعها، فالامريكانيه قالت هلو، صدى الصوت بتاعها قال هلو، والفرنسيه قالت بنجور، فصدى الصوت بتاعها قال بنجور، والمصريه قالت فصدى الصوت قال حبيبي يا ابو اشرف. واحد غبي بيعمل تحليل دم، فالدكتور قال له انت عندك سكر في الدم، فالغبي رد عليه الله يكرمك يا دكتور انت اللي زي العسل. بيقول لك مرة تلميذ قال لمامته تعالي معايا المدرسة بكرة، فبتقول له ليه يا حبيبي؟ قال لها عشان المستر قال اللي مش هيعمل واجب هضرب أمه بالجزمة. يقول لك في مرة واحد مصري منحوس عمل المستحيل عشان يسافر أمريكا، وفعلا سافر أمريكا، وأول ما وصل أمريكا لقى عاملين مسابقة هناك، فاشترك في المسابقة وكسب، بس عشان يشوف هو كسب إيه لقى نفسه كسب رحلة لمصر. بيقول لك في مرة واحد حماته دهستها عربية، فبيقولوا له أنت شايفاك سودا ليه؟ قال لهم من كتر البوس في الكاوتش. دلوقتي يا زموليكس انت وهو التحدي بتاعنا خلص، يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات مين اللي كسب فينا، حموكشة ولا منس. وما تنساش يا زمالكس منك له تدعمونا وتشتركوا في القناة واللايك للفيديو علشان يوصل لك كل جديد. تصبحوا على خير. بيدور عليا بيدور عليا. حبيبة زموليكس. بكرة تندم يا جميل. حبيبة زموليكس. الو ايوه، انا اول مرة اشوف القمر بيتكلم يا بكاش. على فكرة انا بتكلم جد. هو انت لسه شفتني؟ ده احنا لسه عارفين بعض من 5 دقايق. ما انا كنت لسه عايزة اكلمك في الموضوع ده، مش هتبعتيلي صورتك؟ لا انا مبعتش صور لحد، واحمد ربنا اللي انا اديتك رقم تكلمني. انا حاسس ان احنا متوافقين في كل حاجة. انت برج ايه؟ انا برج السرطان، عاطفي وحنين ورومانسي بس منسي. واو، على فكرة طريقي كان برج السرطان بس ما كانش فيه المميزات دي. وانتي بقى برج ايه؟
انا برج الحوت، عاطفية وحساسة قوي لأبعد الحدود. يا محاسن الصدف، ده انا طليقتي برضو كانت برج الحوت، بس للأسف ما كانش فيها المميزات دي. هو انتوا سبتوا بعض ليه؟ كانت نكدية قوي، وانا ما بحبش الست النكدية، انا راجل فرفوش. واو، برضه انا سبته لنفس السبب، كان راجل نكدي قوي وانا ما بحبش كده، انا بحب الرجل الرومانسي. ده انا بحر رومانسية. قولي طيب، اسمك ايه؟ اسمي زعبلة. كام سنة يا زعبلة؟ 22 وماشي في 21. شغال ايه؟ مهندس طيران ميكانيكي كهربائي رجل اعمال. واو، عندك شقة بقى على كده؟ اه طبعا عندي 3 شقق، واحدة في المروتية، واحدة في المنصورية، وواحدة في الشرقية. طب انت قاعد في اي واحدة فيهم؟ في شقة الغربية. بس صوتك مش غريب عليا، انا لسه كنت هسألك نفس السؤال، انا حاسس ان انا كلمتك كده قبل كده. هو انت قلت لي اسمك ايه؟ اسمي سميرة. واو، اسمك يجنن. ميرسي. كام سنة يا سميرة؟ 18 وماشية في 17. ازاي يكون واحد معاه انسانة زيك كده جميلة ورقيقة ويسيبها؟ مالوش في الطيب نصيب. واحدة زيك محتاجة واحد يقدرها ويقدر قيمتها ويحطها جوه عينيه. كان قاسي قوي يا زعبلة. لا ما عندوش حق، ما كانش بيهتم بيا خالص يا زعبلة، وكان بخيل جدا. بخيل ماديا ولا عاطفيا؟ الاتنين يا زعبلة. يا بنتي، ده انت عشت مأساة، الحمد لله اللي انت خلصت منه. يلا الحمد لله، ربنا بيعوض. دي نتيجة سوء الاختيار، لازم لما تيجي تختاري واحد تختاريه عاطفي زي انا كده، رومانسي زي انا كده، مش بخيل زي انا كده، عينه واسعة زي انا كده، شعره اصفر زي انا كده، لازم تختاريه زي انا كده بالظبط. ايه ده؟ هو انت فيك كل المميزات دي؟ ده اقل حاجة عندي. ازاي واحدة يكون معاها راجل بالمواصفات دي ويسيبه؟ انا اللي سبتها على فكرة، مش هي اللي سابتني. ما انا برضو على فكرة انا اللي سبته، مش هو اللي سابني. زي الفل، احنا كده مش سابين زي بعض، يعني هنحس ببعض قوي. بس انا خايفة يا زعبلة. ليه بس؟ خايفة من ايه؟ خايفة اجرب نفس التجربة المأساوية دي؟ لا، ده انا حاجة تانية خالص. يا ريتني عرفتك من زمان يا زعبلة، ما كانش كل ده حصل. بلاش تعيطي بليز، دموعك بتأثر فيا. شكلك رومانسي قوي يا زعبلة. ده انا بحر رومانسية، بس انا بعرفش اعوم. ما تقلقيش مني خالص، انا هعوضك على كل اللي فات. بجد يا زعبلة؟ اه طبعا، انت لسه ما تعرفنيش، ده انا ابو الحناكيش والاجر على الله. ابو الحناكيش؟ انت صوتك اتغير كده ليه؟ الصوت ده مش غريب عليا. انت قلت لي مراتك كان اسمها ايه؟ فوزية. هو كان اسمه ايه؟ حموكشة. يا سواد الحلل، بكرة تندم يا جميل. حبيبة زمولكس.
حبيب ابو الحنكيش، وانت تعيش وتفتكر. عايزين نسمع بقى حاجه حلوه كده بمناسبه عيد الام منك يا ابو الحنكيش. عيني يا زمالكس، انا بعد الاغنيه لكل ام. ست الحبايب يا حبيبه، اغلى من روحي ودمي، يا حنينه وكل الطيبه، يا رب يخليكي يا امي، يا رب يخليكي يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة. زمان تعبتي وسرتي وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي. زمان تعبتي وسرتي وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي. الله يا زوماليكس، الام دي حاجه كبيره جدا فعلا. الام مدرسه، اذ اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. امال ايه يا زمالكس؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لك قال ثم من قال امك، قال ثم من قال امك، قال ثم من قال امك، ثم قال ثم من قال ابوك. فعلا يا ابو الحنكيش، ان الام ذكرت في 3 مواقف، الاب ذكر في موقف واحد، رغم ان الاب برضو ما يقلش اهميه عن الام. ويا رب يا رب ما تحرمش كل واحد من امه، لان الام دي حاجة كبيرة قوي ما يعرفش قيمتها الا اللي اتحرم منها. عشان كده بقول لكم كل واحد عنده ام موجودة يحطها جوه عينيه وما يزعلهاش ابدا، لان الجنة تحت اقدام الامهات. ويا ريت كانت والدتي عايشة كنت عشت تحت رجليها، وكانت هتبقى اغلى حاجة في حياتي. الله يرحمها يا زوماليكس، وتعيش وتفتكر، وان شاء الله عيدها في الجنه. حبيبي يا منس، تسلم. بيدور عليا بيدور عليا. حبيبي يا زمالكس. يا اللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه، قلت وعدت عليه، مش عارف ايه. لا 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 لا، جرالك ايه يا زمالكس؟ وانت بتغني الحب؟ الحب ده احلى حاجه في الدنيا يا حموكشه. لا 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 لا، ده انت بتحب على نفسك بقى. انت تعرف ايه عن الحب يا حموكشه؟ لا انا اعرف كتير قوي. قول لي تعرف ايه عن الحب؟ ايه يا زمالكس، انت قلبت على عصام منير ليه كده ليه؟ هو انت بتحب اللي من دول كده ولا ايه؟ نفسي يا حموكشه الاقي واحده تحبني واحبها، تخلص لي واخلص لها، تعشقني واعشق لها. مش عايز واحدة طيب تقلش لك وتقلش لها؟ يا حموكشه انا بتكلم جد يا حموكشه. انت كده بغبشتني عليك يا ممس. ليه بس يا حموكشه؟ ده الحب ده احلى حاجه في الدنيا. يا ابني بلاش، اشتري صحتك احسن. وايه علاقه الحب بالصحه يا ابو الحنكيش؟ علاقة طردية. بمعنى؟ يا ابني الحب سبب رئيسي لأمراض القلب وقلة النوم وتسلط المخ، ده غير فقدان الشهية وفقدان الكرامة، وبعض الأحيان بيعمل جلطة. يا ساتر يا رب، كل ده بيعمل الحب؟ أيوة يا ابني، ما انت مفكر ايه؟ لذلك اشتري صحتك أحسن، انت مش قد الحب يا منس. امال ايه الكلام الحلو الواحد بيسمعه عن الحب ده؟ ده في الأول بس يا حبيبي، لحد ما تتدبس وتدخل القفص، بعدين يحصل لك زي ما حصل لحموكشه. ايه اللي حصل لحموكشه؟
كان عبيط زيك كده وكان مفكر ان في حاجة اسمها حب. وبعدين؟ في ليلة من ذات الليالي قرر اني يتجوزها. وفي ليلة من ذات الليالي ايه اللي حصل؟ اتخانقوا خناقة كبيرة واتطلقوا. لا حول ولا قوة الا بالله. لما اتطلقت كانت حامل، يا سواد الحلل. ولما ولدت جابت بنت وسمتها ريحة. ريحة؟ اشمعنى؟ علشان لما ندعوا على ابوها يقولوا له يا ابو ريحة. فعلا ان كيدهن عظيم. علشان كده بقول لك بلاش يا منس، غلطة ورا غلطة وتفضل طول عمرك في ورطة، لا تسيب لا تخيب لا يجيلك جلطة. لا جلطة لا. وبعدين يا زمالكس البنات بتبقى نفسها في واحد عنده شقة وعربية ورومانسي وحلو ودمه خفيف. انا رومانسي ودم خفيف. كلنا هذا الشخص، أهم حاجة الشقة والعربية. لا للأسف أنا ما عنديش شقة. ده على أساس يعني أنت راكب المرسيدس وراكنها في أول الشارع. أنت عقدتني يا حموكشة. هو إيه هن اللي خلانا الصبح في وشك؟ يا ابني اسمع الكلام، مش ممكن ربنا بعتني ليك عشان انقذك؟ يعني أنت عايز تفهمني إن مفيش ولا علاقة نافعة خالص؟ لا طبعا، مين اللي قال كده؟ في طبعا علاقات كتير ناجحة. أيوة بقى. عندك مثلا الفول والطعمية، البطاطس والكاتشب، البطيخ والجبنة، والكباب والكفتة، صح؟ لا ما انت حلو اهو. خلاص يا عم، سديت نفسي على الصبح، أنا قايم رايح الشغل، سلام. يلا ربنا يقدرنا على فعل الخير. بيدور عليا بيدور عليا. حبيبة زمولكس. عايزين نفتح مشروع يا ابو الحنكيش، بدل ما احنا قاعدين على القهوة دي بقالنا سنين، ولا رحنا شمال ولا رحنا يمين. لا يا عم، انا خايف افتح مشروع اليومين دول، انا مش حمل اي خسارة. يا زموليكس الدولار كل يوم في العالي، واحنا قاعدين محلك سر، عايزين نستثمر القرشين اللي معانا دول. ايدي على كتفك، هاتلي مشروع مضمون وانا معاك. مفيش حاجة اسمها مشروع مضمون يا ابو الحنكيش، كل المشاريع عايزة مغامرة. بس بايدينا نعمل دراسة نجوى. دراسة نجوى مين بس يا زموليكس؟ اسمها دراسة جدوى. ايوه هي قرص العجوة دي. سهلة دي يا ابو الحنكيش، اهم حاجة رأس المال. يعني على ضمانتك يا زمولكس. على ضمانتي يا ابو الحنكيش، جهز انت بس القرشينات وملكش دعوة بالباقي. بس اديني بس كده يومين اخد ودي مع نفسي وبالمرة اشور المدام. خلصانة يا زمالكس، هستناك ترد عليا، بس اوعى المدام تأثر عليك وما توافقش. عيب عليك يا زمولكس، مدام ايه اللي تمشي عليا؟ ده انا راجل في بيتي. خلاص يا ابو الحنكيش، انا مستني ردك، سلام يا صاحبي. بقولك ايه يا حبيبتي؟ قول يا حبيبي. كنت عايز اخد رأيك في موضوع كده. ده يوم المنى يا روحي. لو فتحت مشروع وفشل اعمل ايه؟ تجرب مشروع غيره. طب لو نجح توسع المشروع وتفتح مشروع غيره. يا سيدي صحيح، مكب من استشار. اي خدمة يا روحي. طب بالمناسبة بقى، ايه يا حبيبي، انت ايه رأيك في مشروع جوازنا؟ فاشل ولا ناجح؟ ايه مالك سكتي ليه؟
ما انا خايفة اقول لك فاشل تجرب غيره، وخايفة اقول لك ناجح توسع في المشروع وتفتح غيره. هو في ايه يا زمالكس الناس دي بتجري كده ليه؟ النهارده اول سحور في رمضان يا زوموليكس، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا منس، والأمة الإسلامية كلها بخير يا صاحبي. الاقبال على الفول النهارده يا صاحبي هيبقى تاريخي. وعمك الحاج بتاع الفول هيقول لو خلص الفول أنا مش مسؤول. يا أبو الحناكيش، جبتلي فانوس رمضان ولا لسه؟ فانوس رمضان إيه يا ولية اللي جبهولك؟ أنا بدور على مارة رحمن تكون قريبة من البيت. بكرة تندم يا جميل. حبيبة زمولكس، أنا بكرهك. لا لا، ده أنا بعشقك، هطلقك. لا لا، مش هطلقك، هتجوز تاني. لا، ده انت ام عيالي. بكرة تندم يا جميل. حبيبة زمولكس، يخرب عقلك، ده انت مسخرة. حبيبة زمولكس. يا زوموليكس هتعمل ايه؟ اعمل ايه في ايه يا زمولكس؟ شهر رمضان داخل علينا اهو، هتعمل ايه؟ هتصوم ولا زي كل سنه؟ يخرب بيتك، متفتحناش قدام الناس، ده انت عيل فضحي. اولا كل سنة وانتم طيبين يا احلى فانتات في الدنيا. بحلول شهر رمضان الكريم عاد الله علينا وعليكم يا رب بالخير واليمن والبركات. وان شاء الله طول شهر رمضان الكريم هتشوفوا مننا حاجات كتير حلوه هتسعدكم وتفرح قلبكم. احنا غيرنا اسم القناة من يوميات احمد وادم الى حموكشة المصري، يا ريت الاسم ده يعجبكم. سيبني بقى يا زوموليكس اقول اللي جوايا، انا مستني اللحظه دي من زمان، عايز اكلمه كلام كتير قوي. يا ابني بلاش الناس تزعل مننا واحنا مش مستعملين. متخافش يا ابو الحناكيش، الناس هنا بتحبنا وهتتقبل مننا اي كلام. بس افتكر اللي انا قلت لك بلاش، ماليش دعوة بقى لو حاجة حصلت. الكلام ده لكل حبايبنا، والنبي القناه تقع التفاعل بتاعكم. يا زمولكس قول. اللايكات بتاعتكم والكومنتات، مفيش حد خالص معبر، حرام عليكم، ده احنا علينا اقساط عايزين نسدها. يا زمولكس قول. انا عليا بس التلاجة متأخر بقالها 3 شهور والراجل عمال يجري ورايا. يا رب حنن قلبهم علينا، يا رب كتر فانزاتنا، يا رب كتر لايكاتنا. آمين. يخرب عقلك، ده انت مسخرة. حبيبة زمولكس، كانت بتحبني يا منس، وانت كنت بحبها من حبها ليا. بس ده يبقى حب ازاي؟ انا اسكروتش يا منس، ده حب نفس. معلش يا حموكشة، كل حاجة حلوة عمرها قصير، وكل واحد بيجيله وقت ويتغير. بس أكيد في سبب يا أبو الحناكيش. الإنسان طماع زي البني آدم بالظبط يا منس، ما يبلناش عينه إلا التراب. أنت اللي بتدي مجال اللي قدامك بيطمع فيك يا حموكشة.
ده محدش فاهمني يا منس، ومش ذنب اني مختلف. اكيد هيجي يوم وهتلاقي اللي يفهمك يا ابو الحناكيش. للأسف لازم أنزل لمستواهم، صعب يطلعوا لمستوايا، ويا ريتني ما نزلت يا منس. لقيت ايه تحت؟ غدر وخيانة وأذية، حنية 0 ل100، قسوة وخيانة وقلة أصل، وكله طمع فيا. عين عليك يا ابو الحناكيش، دايما حظك قليل. هي الدنيا دي كده يا منس، ما بتديش محتاج، وطبعا كله عايز ياخد ما يديش. حتى اللي بيدي ما بيديش لله وللوطن. يا حموكشة، ده الدنيا بقت وحشة قوي. احنا اللي وحشين يا منس، الدنيا زي ما هي، بس البشر أنانية، عايزة تاخد وما تديش، الفاكرني يا فيا. قول يا نجم قول. يا ناس كلامكم من دهب، ليه الخيانة من غير سبب؟ أفعالكم عكس كلامكم ليه؟ ولا الميزان اللي اتقلب؟ كفاية يا حموكشة، قطعت قلبي. دنيا الوحوش ما بيرحموش، والخلق مش سالكين. الكل ماشي عوج، وعايز اني امشي يمين. يا سيدي، كل الحكاية حكيتها ليكم بدموع عيوني. ازاي يا منس اهون عليهم، وازاي خانوني. كل اللي دخلوا دنيتي بيغفلوني. فاكرني اقبل يا منس ويغفلوني. افهم من كده ان مفيش سلكان. وانا اللي جابرني امشي شمال، لو كان اليمين شغال. يا دنيا، دنيا غريبة ومش مفهومة، كل الناس تايهة ومغمومة. لما بتسأل مين الظالم، كل الناس تطلع مظلومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبة زمولكس، أنا ليه وإزاي أمنك عالتلاجة كلها؟ أنا كنت عايل لي فرخة ولقيتك كلتها. معلش يا بالعربي، والله انا كنت جعان، والله غصب عني، معلش. طب كنت سيب لي حتى الرجلين. خلاص ماشي، المرة الجاية بقى اسيب لك الرجلين. المرة الجاية؟ هو في مرة جاية تاني يا ابن الخل؟ انت عارف الفراخ بكام دلوقتي؟ خلاص يا بالعربي، حقك عليا. حقك عليا يا ممس، ده انا كده مش هاكلها ل6 اشهر قدام. خلاص يا بالعربي، حرام عليك حرام عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبة زمولكس، يخرب عقلك.